Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. اليوم غنحاول نشوف معكم les thèmes dominants ou bien المواضيع الأكثر مناقشة ومعالجة في la boîte à merveille. Mais le plus important في هذا الكور هذا c'est qu'on va faire une liaison, غندير واحد الربط ما بين les thèmes اللي غادي نشوفو et les sujets de la production écrite, المواضيع اللي كيتحطوا لكم في la production écrite le jour de l'examen régional, نهار ديال الامتحان الجهوي et aussi bien le contrôle continue avec le prof, حسب الفرض ديالكم مع الأستاذ. Le premier thème اللي عندنا هو la solitude. La solitude علاش هو أكثر أهمية؟ حيث مرتبط bien évidemment avec le narrateur Sidi Mohamed, اللي هو le personnage principal. La solitude, on a déjà vu que le narrateur souffre de la solitude, de l'isolation, il n'a pas d'amis, ما كانش عنده les amis, etc. Donc المواضيع اللي يقدروا يتحطوا لكم في هذا le sujet, est-ce que vous êtes contre ou avec la solitude? يعني واش نتا مع les gens ou bien la catégorie qui préfère d'être seul ou bien non. Le deuxième sujet est citer les avantages ou bien les inconvénients. يعني كيقول لكم تستخرجوا ولا تبينوا les avantages ايجابيات d'être seul ou bien les inconvénients سلبيات d'être seul. هذا pour le premier thème. Passons maintenant au deuxième thème. Le deuxième thème c'est l'enfance et le souvenir. L'enfance, علاش حيت عندنا سيدي محمد c'est un enfant de 6 ans. Donc حتى هذا c'est un thème très important. Et le souvenir bien sûr اللي هما ذكريات etc. Donc parmi les sujets les plus importants هما l'impact et l'influence sur la personnalité à l'âge adulte. يعني واش هاد l'enfance عندها واحد الدور أساسي في تكوين شخصية الإنسان البالغ أو لا. Donc هذا parmi bien sûr les sujets اللي كيتحطوا اغلبيه كيحطوا هاد لامباكت اي لانفلونس سور لا بيرسوناليتي. يعني واش لي تروما باغ اكزومبل اللي كيتعرض ليها الطفل ملي كيكون صغير كتكون واحد الشخصيه معينه ملي كيكون في الكبر ديالو. لو ترويزيام تيم اللي عندنا هو لا فيولونس. لا فيولونس اللي هو العنف. علاش هنا عندنا هذا ان تيم اسينسيال؟ بوركوا؟ حيت غادي نشوفوا بار لا سويت ان سيدي محمد لو ناراتور كيتعرض لا فيولونس فيزيك بار لو فكيه. دونك ملي كيمشي للمسيد ديجا شفنا ان سيدي محمد كيقرا في المسيد كان عندهم لو فكيه، يعني لو فكيه اللي كيقريهم القران. هاد لو فكيه كان كيعطيهم بعض المرات كنقولوا ان غابل بالدارجه فلاقه سي بون. هنا غادي نشوفوا واش لا فيولونس فيزيك سي ان موين افيكاس بور ايدوكي ان انفون. يعني واش هاد لا فيولونس فيزيك اللي كيتعرض ليها الطفل كتكون عندها ولا هي طريقه مناسبه للتربيه. On a aussi واحد لا فيولونس فيربال. دونك اتونسيون عندنا اون فيولونس فيزيك اللي تعرض ليها سيدي محمد دون لو مسيد بار لو فكيه، غادي نشوفوا هاد الشخصيه هذه لو فكيه. On a aussi une violence verbale، يعني كنقولوا حنا واحد العنف لفظي. عنف لفظي، هاد العنف اللفظي هذا كان كيتعرض ليه لا بلوبار دو طون سيدي محمد من الام ديالو. غادي نشوفوا باغ لا سويت ان الام ديال سيدي محمد كتوصفو باغ لا تيت دو مول. لا تيت دو مول كتقول له واحد المره اجي الراس ديال الحمار، كنقولوا حنايا تيت دو مول راس ديال الحمار اسكاسبو. دونك هذه سي اون فيولونس فيربال، فيولونس فيربال. دونك هاد لو تيم سي تري امبورطون واغلبيه ديال لي زيكزامان ريجيونال كيتحط فيه هاد لو تيم. وغادي نشوفوا انصامبل وغادي نخدم معكم هاد لو سوجي دون مانيير بريسيس. لو كاتريام تيم اللي عندنا سي لا كونديسيون دو لا فام، الوضعيه ديال المراه في ديك الحقبه الزمنيه. دونك غنشوفوا لا فام est-ce qu'il représente un être qui est responsable ou bien victime des coutumes et des traditions. يعني غادي نشوفوا المرأة هنايا واحد المرأة مسؤولة على واحد البيت، ربات بيوت، ولكن نقدروا نشوفوها من واحد الزاويه اخرى ان هاد الامهات ولا هاد المراه بصفه عامه في ديك الحقبه الزمنيه تقدر تكون فقط واحد ضحيه ديال لي كوتوم العادات ولا تراديسيون اللي هما التقاليد ديال المجتمع المغربي للاسف. سي بون. Parmi bien sûr les autres sujets de la production écrite, غادي نشوفوا est-ce que le recours à la magie et les croyances montre la faiblesse de la femme. يعني غادي نشوفوا ان لاله زبيده اللي هي لا مير دو ناراتور كتمشي قلنا لا بلوبار دو طون à la visite des sanctuaires des mausolées، كتمشي لزياره الاضرحه ايتترا، حيت هي كتامن انهم عندهم قدره خارقه انهم يحلوا المشاكل ديالها. دونك هاد لو في انها كتمشي وكتزور لي فيزيت واش نقدروا نعتبروه اون فيبليس ou bien juste هاد لا فام سي كنقولوا حنايا victime de la société، ضحيه ديال المجتمع.
وديال الخرافات. Passons maintenant au thème suivant. Le thème numéro 5 هو le voisinage. شفنا ان le voisinage اللي هي كنقولوا حنايا الجوره، غادي نشوفوا هنا لي ريلاسيون افيك لي فوازان، العلاقات ما بين الجيران. غادي نشوفوا دي فوا دي كونفلي اللي هما صراعات. بيان ايفيدامون غادي نشوفوا واحد الصراع ما بين لاله زبيده ولاله رحمه، علاش؟ على النشير ديال الحوايج. اي اوسي عندنا واحد لا سوليداريتي، غادي نشوفوا لي فوازان غادي يتصرفوا كوم ان اتر هيومان سول، يعني بحال واحد كنقولوا حنايا انسان واحد في واحد ليفينمون، واحد الحدث اللي غادي نشوفوه سي لا ديسباريسيون دو زينب. ان زينب اللي هي لا في دو رحمه غادي تختفي فجاه. دونك هنايا غادي ينساو داك لي كونفلي ديالهم، وغادي يبغيو فقط يكون عندهم ان سول اوبجيكتيف سي دو تروفي زينب، انهم يلقاو زينب فينالمون. دونك هنايا كيكون عندنا واحد المظهر من مظاهر لا سوليداريتي، يعني هو التضامن ما بين الجيران. لو تيم نيميرو 5 ou bien je m'excuse, le thème numéro 6 اللي هي la superstition. La superstition en arabe هي الشعوذة، السحر etc. دونك هنايا هذا سي ان تيم تري اسونسيال. قلنا كاين بزاف ديال الشخصيات كيزوروا هاد الاضرحه، منهم لاله زبيده، لاله عيشه، غادي نشوفوا خديجه لا فام دو علال لو فورنيي etc. Donc parmi les sujets de la production اللي يقدروا يتحطوا هنايا، pourquoi les gens croient-ils à la superstition؟ donc شنو هما لي كوز، شنو هما لي موتيف، الاسباب اللي كتخلي الناس انهم يلتجئوا لهذا النوع من انواع الممارسات. on a aussi la visite des mausolées ou bien les sanctuaires. Le thème numéro 7 هو le مسيد. le مسيد قلنا c'est un endroit de l'éducation. سيدي محمد كان كيقرا في le مسيد. هنايا parmi les sujets de la production اللي يقدروا يكون عندكم في le jour de l'examen هو واحد la comparaison entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement moderne، يعني التعليم القديم والتعليم الحديث، يعني يقدروا يحطوا لكم واحد la comparaison entre ces deux thèmes. donc le thème numéro 8 اللي هو l'autorité parentale. l'autorité parentale اللي كنقولوا حنايا اللي هي السلطة الأبوية. غادي نشوفوا ان لو رول دو بير au sein de la famille c'est un rôle très primordial. علاش؟ غادي نشوفوا هنايا فيغ تقريبا لا فان دو لا بواط ا ميرفاي غنشوفوا ان لو بير دو سيدي محمد غيضطر انه يسافر بور ترافايي باش انه يخدم ايتترا، حيت كان داك الساعه فواحد اون كريز فينانسيير، كان عنده واحد الازمه. دونك ملي غادي يمشي هنا لو بير دو ناراتور بور ترافايي، هنا غادي نشوفوا ديك لو فيد، ديك الفراغ اللي غادي يخليه في وسط العائله، سون بروتيكسيون، sans présence bien sûr du père، يعني غيبقاو بدون حمايه. دونك هنا غادي نشوفوا le rôle du père au sein de la famille. Le thème numéro 9 et le dernier c'est l'amour maternel. l'amour maternel علاش هضرنا عليه؟ حيت غادي نشوفوا واحد la relation complexe entre سيدي محمد et sa mère لاله زبيده. دونك سيدي محمد قلنا راه كان كيميل عاطفيا الام ديالو، ولكن هاد الحب ديالو ليها كان مخلط بالخوف، مخلط شويه بالغضب، بالقلق. دونك لاله زبيده كتصرف مع شويه بقسوه ايتترا، ولكن هو كان ديما كيميل ليها عاطفيا. دونك هادشي اللي عندنا في لي تيم دومينو. حاولت نطرق لكم لا بلوبار دي تيم اللي عندنا، وغادي نشوفوا باغ لا سويت لي سوجي او بيان لي تيم لي زوتر تيم اللي عندكم. نحاول نخدم معكم لا بلوبار بور ليكزامان ريجيونال. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، اذا عندكم دي بروبوزيسيون خليوها لي في لي كومونتير، et abonnez-vous pour plus de vidéos.